البرامج الرياضية تقلل من العمل المغربي، تقلل من المنتخب المغربي مع السكتاوي، لا تقلل. هذا منتخب الرديف، هذا منتخب الصف الثاني، مع احترامي وتقديري طبعا لبعض البرامج الرياضية أو المحللين الأعزاء. لا تقلل من المملكة المغربية الشريفة، لا تقلل من عمل السكتاوي كمدرب محترم يقدم الإضافة لمنتخب بلده، يضيف لمنتخب بلده. أنت خليجي على العين والراس، عندك منتخب بلدك. أنت مصري عندك منتخب بلدك، ما في تقليل. مقياس العمل الفني فقط أو الإداري، إذا في عبث إداري فقط. قيم العمل المغربي، قيم من الجوانب الفنية فقط، لا تقلل من العمل الفني للجامعة الملكية أو المدرب أبدا. الناس تزعل عليك، تكلم من جانب فني. المنتخب المغربي مع السكتيوي كابتن عيسى، ومع ذلك حتى وهو بالصف الثاني المنتخب المغربي كان مميز في المباراتين. يعني انت تتكلم المباراه الاولى حقق الفوز بثلاث اهداف مقابل هدف على منتخب جزر القمر، وحتى مع عمان رغم النقص العددي في الشوط الثاني، لكن المنتخب المغربي كان لين اخر دقيقه ماخذ مجريات المباراه، كان يهاجم، كان يبادر، ما كان متحفظ ومتراجع. للامانه المنتخب المغربي حتى بالمجموعه الحاليه مرشح فنيا، كان مميز، قدم مبارتين مستوى عالي. حتى مباراه اليوم مع السعوديه راح يلعب على فرصه الفوز وتصدر المجموعه. ودائما منتخب المغرب مهما كان اللاعب اللي يمثل المنتخب المغربي، كان من أوروبا، من الدوري المغربي، من دوريات الخليج، دائما اللاعب المغربي مميز فنيا. للأمانة السكتيوي ماشي مع المنتخب في المباراتين الأولى والثانية بأداء مميز، أسلوب فني واضح. للأمانة المنتخب المغربي أنا أعد أنه من ضمن المنتخبات المرشحة للبطولة، لا يقلل من عدم استدعاء بعض العناصر